آسف أنا تأخرت عليك. ما منك يد. تبغاني أذهب لك العشاء؟ لا شكرا. زي خلنا نقعد. يلا حياك سليمان. لازم تلتزم بكل كلمة قال لك اياها الدكتور. ما في تدخين وما في سهر. ها على البيت. شركة السيارة وين؟ صباح الخير. صباح الفل يا حبيبي. يلا كل بسرعة بقى وكلم مامتك لحسن كلمتك كتير قوي وقالت ان انت ما بتردش. طيب هكلمها إن شاء الله. تفطري؟ انا بفطر اهو. ودني الكوفي. ايش فيك ودني الكوفي؟ بوديك بس سليمان بدون تدخين.
كنت حاس راح اشوفك هني. أنا كنت حاسة إن بي هني وبشوفك. هذا الكيمياء اللي انت خايفه منها وما تحبينها. ممكن ترحم نفسك؟ ارحم نفسي؟ اذا الدنيا ما رحمتني تبيني انا ارحم نفسي؟ عبالك انا مستانس ان اكون قدامك مكسور كذي. بسم الله عليك، محشوم من الكسر. ترى الكسر هني. ليش اهتم في نفسك؟ اهتم في نفسي؟ لا تجيبي لي طار الاهتمام. يا ما اهتميت بالناس ما شفت احد صدق اهتم فيني. عشان كذي لازم نهتم بأنفسنا. اذا انفسنا حست فينا. أعوذ بالله، وش السوداوية اللي أنت فيها؟ تعوذ من إبليس. مليون مره. تشرب شاي؟ لا تشرب شاي مو تدخن. بليز لو سمحت. صدقيني يا امي ما قدرت. خفت لا اضيع نفسي واضيع البنيه معاي. ايش هالرمزي يا ولدي؟ احنا ميوزينك علشان تجيب عيال تقوم تشرد؟ ما شردت انا ما شردت. ايش ما شردت بعد؟ يلا انا الرمز والخرابيط هاي. قوم سير الى قوم. عجب انت متزوج بوي على سنة الله ورسوله. استغفر الله العظيم. صحيح انها صغيره نفس ما تشوفين، بس ان شاء الله راح تصير مجموعه شركات. ألف مبروك يا خالد بجد. أكيد حد حقيقي زيك هيعمل منها حاجة كبيرة قوي قدام. يا كايلة انت بعد حقيقيه، بس خلت من الملايين الوهميين اللي تركضين وراهم. أنا همي دلوقتي إن أرجع لك فلوسك بأي طريقة بجد. يا كايلة انا كلي فداك، وثاني شيء الفلوس كلها راح ترجع ان شاء الله. والشيء الثالث اللي بقول لك اياه، انا حاب اخليك تمسكين عندي التسويقيني في الشركه بدل الهياته 24 ساعه. هياته؟ أنا هياته يا خالد؟ وام الهياته بعد. ماشي يا خالد. سيف، أنت تعرف إيش كثر أحب شغلي صح؟ أنا مو ضد إنك تشتغلين، بالعكس الحرمة اللي تشتغل تحمل مسؤولية، وبالمرة فكرة من حنة البيت. زين، أنت عارف إيش كثر أنا أحب إني أكون مذيعة. مو بس مذيعة، أنا عندي طموح إني أكون إعلامية مهمة، لها رسالة في المجتمع وبصمة. ميثا، أنت تعرفين رأيي في الموضوع زين. من باكر إذا تبين أي بزنس بفتح لك إياه. ولكن أنا مرتي تشتغل مذيعة؟ لا. الموضوع مو إنك تسوي لي بزنس، ولا هي حاجة مادية. هذا أنت هلك ما شاء الله عليهم ما عليهم قاصر، شركات وأملاك، لكن أنت ما اخترت تشتغل وياهم واخترت الإعلام، وعندك طموح إن أنت تكون مذيع برامج اقتصادية في يوم من الأيام. يعني إذا أنت طلعت في يوم من الأيام على الهواء أنا بقول لا. أنا غير. شو يعني أنت غير؟ يعني أنت لك حق إنك أنت تحلم وأنا لا، لك حق إنك تفكر في طموحك وأنا لا. ما تشوفين المقاطع اللي يركبونها في النت؟ ما تشوفين على التليفونات شو تنتشر من مقاطع لمذيعات؟ أي غلط تسوونه ينتشر على النت. إذا أنت راضية على عمرك أنا ما برضاها حق مرتي. الحين أنت تبي توقف طموحي وأحلامي على ناس مسخرين نفسهم ومسوي نفسهم مسخرة؟ وبعدين شوف، أنا عارفة إنه مو هذا السبب بصدقي، أنا عارفة إن أنت غيران ومن حقك، لكن بعد لازم تثق فيني إن أهلي ربوني عدل، والمتربي يشتغل وين ما كان. وبعدين الإعلام يا سيف وأنت فاهم هالشيء زين، مش مكان حق الترفيه وبس، ومن أكثر الأماكن حساسة. أنا ما شك بأخلاقك ميثا. في وايد مذيعات طالعات على الشاشة محترمات، ومو بس أشكال على الشاشة، ولكن أنا مجرد أن مرتي تبي تطلع في التلفزيون أنا ضد هذه الفكرة. أنت تقدمت لي وأنت تعرف إن أنا عندي هذا الطموح، وأنا كنت مذيعة متدربة، فأنت عارف شنو طموحي، مش بعد ما يكون الموضوع رسمي تيجي تقول والله تفرض علي شروط جديدة. بس أنت هذا القرار ما تقدرين تتخذينه بروحك، هذا قرار نحن الاثنين نتخذه. بالنهاية إذا يبنى عيال كيف بتربينهم؟
والله العيال اللي شافوا رسالتي جميلة في المجتمع وقاعدة أقدم برامج فيها تثقيف، فيها رسالة هادفة للمجتمع، فيها تنمية، فيها توعية، فيها أشياء محترمة ما بالعكس. سليمان، انت مستوعب فكرة انه انا وانت نتزوج؟ ايه مستوعب، مستوعب وايد، واحس ان تاخرنا. سليمان، انت متزوج، بعدين حياتك، اهلك، عيالك، مرتك. انت كل شيء، انت حياتي وبيتي واهلي. زين، ابوي وربعي واهلي والناس شو اقول لهم؟ ماخذه واحد من عياله ومرته؟ يارا الحين الناس هم اللي يقررون حياتي بيني وبينك؟ من متى؟ بعد انا ما قاعد اسوي شيء غلط، انا احبك انت، ابيك. شلون اخترتني وانت عندك غيري في حياتك؟ شلون؟ انا عمري ما كان في احد بحياتي، انا الحين اخترت، واللي عندي انفرض علي من وانا صغير. يارا انت ما تحبيني ولا شنو؟ قولي، اذا ما في مشاعر ليش موجوده هني؟ مو بكذي، بس تركيبتي، فكرة اني اتزوج احد متزوج وعنده غيري في حياته وايد صعب، حرام. هذا شرع ربي، انا احبك واموت فيك وما اقدر اعيش من غيرك، هذا اللي يسمونه حرام. سليمان، تركيبتي التفاصيل، كون انك عندها وانا لحالي وانا لحالي وانت عندها وانا ما اقدر. التفاصيل تعور. تقدرين، ولا عمرك بتحسين ان في احد غيرك بحياتي. طلبتك وقولي تم. ابيك تفكرين بعقلك وقلبك، ما ابي شيء ثاني، بس اوعديني. افكر. لكن لإطلاق النينجا الذي في داخلك ستحتاج إلى فهم بعض العلوم الحيوية الميكانيكية. يلا حياتي، قوم تفضل على العشاء. يلا زين يلا. هلا يلا زين يلا. الله قدامي. زين ريموت. يلا حبيبي انا جعت. وانا بعد. شو هالترتيب الغاوي هذا؟ شكرا، هي لسه ما دقت الطعمه. بندوق، بس انت ما يظهر من عندك غير كل شيء حلو. حياتي ما رح كتر شوربه مشان ما تشبع قوام، بس دوق وادعي لي. زين، ورانا عيش ودياي بعد. الله، شو هذا؟ طيبه؟ هلا؟ عن جد طيبه. انا ما بكثر، ابغي عيش. كرم عينك. هذا صحني. حطي لي شوي مكسرات بعد. على عيني. بس كفايه. تفضل. اصلا انا لو تميت اكل من ذا الاكل هذا بغدي درام. شو هذا اللي عم تقوله يعني؟ درام يعني ببقى تخين. سمي انت وحكياتك. شفتي عاد؟ صحتين حياتي. صح وهنا. حلو التصميم؟ جدا، اعتمدي. بس سليمان قال لي هيبعت لي القصايد اول باول، ولغايه دلوقتي ما بعتليش حاجه. كلمي. عندك حق، هكلمه.
الو. على مدام وفاء. لا ما نسيت. لا تحاتين، اول ما اخلص راح ادز الجام بسرعه ان شاء الله. يلا مع السلامه. مالك في ايه؟ ما اعرفش، رده بارد قوي، كانه صرف نظر عن الموضوع. الحمد لله على السلامة. إن شاء الله صرت أحسن. الحمد لله. ما تشوف شر؟ شر ما يجي. سليمان حبيبي، إذا فيك شيء يتكلم قول، طلع كل اللي بخاطرك، ترى أنا سترك وغطاك، فضفض لي. تعبان شوية. إرهاق، فيني إرهاق. إيه، كلمت مبارك على أرباح الشركة، إن شاء الله كل خير. تدرين طول هالسنين كنت أكتب في الشعر وأنا ما أدري. فيني أنا؟ إيه، لو كانوا معطيني لوحة
ذيك الوقت قالوا لي ارسم احلى شيء عندك. كان طلعت انت احلى من اي شيء كنت برسمه، لانك فوق توقعاتي واحلامي. ومن اليوم رايح يا ويل كل شيء حلو مني، لان حتى سكوتي راح يكون شعر عشانك. سليمان، أنا كلمتي سيف على رقبتي. موضوع ارتباطنا مو سهل أبدا، بس أنا وعدتك. أنا كلمتي عن 1,000,000 ريال. عطي بس شوية وقت، ربك يكتب لنا اللي فيه الخير. هذا كل شيء؟ إيه هذا كل شيء أعطانا يا حميد. بس هذه الحسابات ناقصة. وحياتك الحبيب للحين في شيء ما نزل. عقد مشروع الأثاث للشركة الإيطالية بعد ما نزل. بس حميد تعال أنت ما قلت إن في صفقات ثانية بادية؟ عفا عليك يا الحبيب. شوف حميد، أبيك تسلم كل شيء عندك حق مبارك، مستندات، وثائق، عقود، أي شيء. مبارك ما وصيك تكفى، أبيك تمسك الشركة كلها بإدارتك، وأي شيء يصير تعطيني خبر. زين أستاذ سليمان، والخسارة؟ الخسارة أنا وياك نتفاهم عليها. والله الساعة المباركة خلوت في بيتنا منور المحطة. ها طمني عنك. دامكم انتم بخير انا بخير. لا يكون عطلتك عن شغلك. وايد بصراحة عطلتني عن شغل. ازعاج انت، ما شي فايدة فيك. شو تبغى؟ صراحة يا ياخذ رايك بموضوع مهم. قول. شو؟ طيب صراحة مو بعارفة شلون أشور عليك، بس من ناحية مهم واضح إنه خطير مهم. قول. أقول لك يا ياخذ رايك بموضوع مهم. وأنا أقول لك أبغى أعرف شو الموضوع. تبين الصراحة؟ أنا أفكر إني أتقدم حق أختك كايلة. شو تبغى فيها؟ هذه واحدة مو زينة أساساً، راعية مشاكل. عفا. إيه. يعني شو تبغاني أقول لك والله؟ أقول لك مو بزينة، لا تاخذها، يا أخوي خذها وفكني منها. بس جي خلاص؟ إيه جي خلاص. هات تليفونك. هات تليفونك. عطني موبايلك، شو فيك؟ شو السالفة؟ هات. ألو. هاي يا بابي. في حد عايز ياخد كايلة تديها له ولا إيه؟ هلا خالي. الله يبارك في حياتك. يستحون يعني ها؟ إن شاء الله إن شاء الله خالي. يلا مع السلامة. أنا لو أدري شي السالفة كنت بطرشك مسج من زمان. لا والله. مبروك. الله يبارك في حياتك. آخ يا صهري آخ، شو بدي أحكي لك لأحكي لك عن الشام. بالشام بكفي تفيق تطلع على هالبرندة وتطلع عليك الجارة وتقول لك صباح الخير لتبدأ نهارك.
تفضلي ماما. يسلموا يا عمري. السلام. ولا تلبس أوعيك الله يسلمك وتمشي بهالشارع تشم ريحة الياسمين وتشوف شي حنفية مي تفتحها وتحط إيدك تحتها وتشرب 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 ولحتى ترتوي. الشام شامة الدنيا، ما في أحلى من الشام. آخ على اللي صار فينا. يا رب يا رب يدخلك تفرج على الشام وأهلها يا رب. يارا عبد الله الوقت هذه مو بحلوة ولا في حقي ولا في حقك. مستعد اسوي اي شيء عشان تردي لي. سامحيني، راح اصير عبد الله مختلف، راح اتغير. وأنا بعد تغيرت. اللي بيننا انتهى وأنا لما أطوي صفحة ما أرد أفتحها مرة ثانية. دخيلك عشان الايام الجميله والذكريات، لا تخليني اسوي شيء ما ارضى عنه. أكثر من سويته؟ إيه سوري، أنا آسفة. اللي سويته وايد كنت راضية عنه ومقتنع فيه. أنا اليوم راضية عن نفسي وراضية عن النتيجة. لا تجيب طاري الذكريات، إنك وقتها ما عاد في قلبي ولا في عقلي مكان لا للذكريات ولا للتوقعات ولا لك. تفهم؟ احنا انتهينا. صالح، حاب اقول لك خبر سيء. شركة الخشاب مال حميد مو خسرانة الا مفلسة، وحميد طلع مو بقد المسؤولية. ما يخالف، صفي الشركة وحمل الديون على شركتنا واخذوا من ارباحي. اللي تامر عليه، انت صاحب الحلال، كلامك كله يمشي. ما يخالف، هذا حال البزنس، مرة فوق مرة تحت. بس مبارك، انت حاول ترجع كثر ما تقدر عليه من راس المال عشان لا نخسر وايد. الله يعين، بحاول قد ما اقدر. عن اذنك. ألو، هلا سليمان، شلونك؟
أبغى أشوفك، أنت وين؟ عمي أرجوك لازم نتكلم يارا. أنا ما عاد أتحمل أكثر من شيء. أبغى يارا ترجع لحياتي. حاضر يا عبد الله، أنا بوعدك إن في أول فرصة ألاقيها هكلمها. سلمان أنا مو برافضتك، صدقني لو لفيت الدنيا كلها ما راح ألاقي حد شراتك. في وايد أشياء فيك أنا أحبها، وهم في أشياء ما أحبها، بس لا تقولين بس. أنا مو جاية أقول بس، أنا خايفة بعقلي بس بقلبي مرتاحة. انت سلميني قلبك وعقلك خليه علي بعدين، انا راح اريحه. أكيد اكيد، بس ها ريحيني، خليني اسعد انسان في هالدنيا، خليني احس ان اليوم ميلادي. انت بس قولي ايه. يارا انت ما قلتي كلمتك عن مليون ريال، وقلتي انك بتفكرين، وان شاء الله الله بيكتب لنا فيه الخير. احنا الخير لبعض، انت بس قولي ايه. عمي عبد الله صديق عمري، أنا متأكد إني ندمان أشد الندم. ندمان؟ وايه فايده الندم؟ انت نسيت اللي عمله. يعني أنت بتنصحني إن أنا أكلمه بالرغم من الكلام اللي أنا قلته لك؟ يا ريت يا عمي، وفورا. مسامح كريم يا جماعة، إيش فيكم؟ مساء الخير، شو هاللمة الحلوة؟ والله مو ناقصنا غيرك. مالنا محلوين كده ليه النهارده؟ في حلو بعدك أنت؟ يارا حبيبتي أهلا بيكي، كنت عايز أتكلم معاكي في موضوع مهم. بعد إذنك يا بابي، أنا اللي عايزة أكلمك في موضوع، هو بالأحرى مش موضوع، هو قرار. سليمان الصالح طلب إيدي وأنا شايفة إنه مناسب. يارا ده متجوز. عارفة.